الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على العيون احلى مشاهدين. جايلكم النهارده بفيديو جديد. النهارده هنعمل البطاطا بطريقه جديده في الكيس الحراري، هنشويها في الكيس الحراري. بس تعالوا بقى شوفوا التكات والحركات اللي هنعملها. طبعا انا نقعها وغسلاها من قبل كده، بس ايه بعيد عليها. سكه بليفه جديده كده. بعد كده هخليها للبطاطا او للبطاطس يعني. طلع اي حاجه فيها. خلصنا كميه البطاطا بحالها. هنغسل السفنجه وايه، هنسيبها بقى ايه تنشف، وبعدين نشيلها عشان ما تتحطش على الحوض نغسل بيها اي حاجه. تعالوا شوفوا بقى هنعمل ايه. هنفتح الكيس الحراري كده، وهنجيب سكينه هنمسك البطاطا نشرحها بالمنظر ده. هنشرح البطاطا بالمنظر ده، تشريحات خفيفه كده، مش جامد يعني، مش هنقطع يا دوبك، بس هنشرحها. شرحنا بقى، هنشرح البطاطا كلها وهرجع لكم تاني. في قلب الكيس هنمسك الكيس نخرمه خرمين 3 كده، ومن جايين مدخلينه الفرن. مش هياخد وقت خالص. شايفين طلعنا الكيس الحراري من الفرن اهي. البطاطا استوت اهي. هنفتح الكيس سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكل البطاطا عامل ازاي؟ نجيب طبق ونطلع كده مع بعض. شايفين عامله ازاي اهي. شايفين عامله ازاي. يا رب يكون عجبتكم. وايه، وهنكمل ايه، هوريكم هنعمل ايه تاني بالبطاطا.